السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. اهلا بيكم في قناتي مطبخ اونلاين نرمين علي. لو اول مره بتشوفوني انزلوا تحت الفيديو واعملوا اشتراك وفعلوا الجرس علشان يوصلكم اشعار بكل وصفاتي. وصفتنا النهارده حلو سهل وسريع. لو بالليل كده حاسين ان احنا عايزين ناكل حاجه حلوه تتعمل بسرعه، ما تاخدش وقت وما تاخدش مجهود، الوصفه دي هتبقى مناسبه جدا. هنعمل النهارده كيكه سهله جدا في تحضيرها وتسويتها من غير فرن، ومش هنحتاج لتحضيرها لا مضرب كهرباء ولا خلاط ولا عجان. هنعمل النهارده كيكه المج. بس قبل ما اكمل الوصفه حابه افكركم ما تنسوش تعملوا لايك. بفرح جدا لما الاقيكم عاملين لايك للوصفات، فما تنسوش تعملوا لايك وكمان شير لكل اصحابكم علشان يشوفوا الوصفه. يلا نسمي الله ونشوف المقادير. كوبايه ونص من الدقيق المنخول وعليه رشه صغيره من الملح، كوبايه سكر ابيض ناعم، نص كوبايه زيت نباتي، 3/4 كوبايه حليب، معلقتين كبار كاكاو خام غير محلى، و2 بيضه، نص معلقه صغيره فانيليا، معلقه صغيره خل ابيض، معلقه كبيره بيكنج باودر، ربع معلقه صغيره بيكنج صودا، نص معلقه صغيره فانيليا سايله. اول حاجه هنجيب بوله نحط فيها البيض، الفانيليا والسكر. بالمضرب اليدوي العادي هنبدا نخلطهم كويس مع بعض لمده 3 دقايق لحد ما السكر يدوب شويه. بعد كده هننزل الزيت والحليب، هنضربهم شويه بالمضرب لحد ما يمتزجوا مع بعض. بعد كده هننزل الدقيق، البيكنج باودر والبيكنج صودا والكاكاو، وهنخلطهم كويس مع بعض لحد ما الدقيق يمتزج مع الخليط السائل. بنخلط الخليط بتاعنا في اتجاه واحد بالشكل ده. ده بيكون قوام الكيك بتاعنا. بعد كده هنجيب اي مجات عندنا بتستحمل الحرارة وهندهنها دهنة صغيرة من الزيت. هنبدأ ننزل فيها خليط الكيك بتاعنا بالشكل ده، مش هنملى المج على الاخر علشان لسه الكيكة هترفع وهتعلى. بعد كده هنجيب حلة نرص فيها مجات الكيك بتاعتنا وهنحط فيها مية سخنة بالراحة طبعا علشان المية ما تنزلش على الكيك. بعد كده هنجيب فوطة مطبخ نضيفة ونحطها فوق الغطا بالشكل ده، وهنغطي الحلة وهنرفع اطراف الفوطة بالشكل ده علشان ما تلمس النار. بنحط الفوطة علشان تمتص بخار المية وما ينزلش على وش الكيك يعجنه. بعد كده هناخد الحلة نحطها على عين البوتاجاز على نار هادية لحد ما تستوي، ومش هنفتح عليها قبل ما تستوي، بتاخد حوالي 30 دقيقة. بعد ال 30 دقيقة بنفتح عليها ونشوفها. ودي مجات الكيك بتاعتنا بعد ما استوت. يلا نختبرها سوا. استوت كويس، قعدت على النار حوالي نص ساعة. شايفين بقى ما شاء الله طرية جدا، شايفين زي الاسفنج. بعد كده نحط لها شوية صوص شوكولاتة. ده الصوص الاقتصادي اللي عملناه مع بعض، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. وهنعمل لها بقى شويه تزيين كده لزوم الدلع، سبرينكلز، شوكليت شيبس، شويه من الكريسبي. زي ما احنا شايفين كده كيك سهله وسريعه وتحفه، الولاد هيفرحوا بيها جدا. وبكده تكون وصفتنا النهارده خلصت. بتمنى الوصفه تكون عجبتكم وبتمنى تجربوها، ولو الوصفه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك، ولو لسه ما اشتركتيش في القناه تنزلي حالا تحت الفيديو وتعملي اشتراك وتفعلي الجرس علشان يوصلك اشعار بكل وصفاتي. واشوفكم ان شاء الله على خير في وصفه جديده. سلام عليكم.